السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم بإذن الله غادي نحضروا البغرير بطريقة سهلة ومبسطة ناجحة، ما نقولوش 100% ولكن نقولوا 1,000,000%. اللي معمرها ما عملات البغرير غادي يصدق معها من اول تجربه بهذه الطريقه هذه. غير نتبعوا الفيديو حتى الاخير ونتبعوا كذلك النصائح ونتقيدوا بالمكونات. نمر على بركه الله نذكروا بالمكونات ونشوفوا الطريقه. انا غادي نعمل معكم كميه قليله غير التجربه بالنسبه للاخوات اللي ما عمرهم ما عملوا البغرير او ما كيصدقش معاهم، وانتم تضعفوا على حساب الحاجه. المكونات على بركه الله غادي نعملوا كاس ديال العنبه عامر ديال السميده رقيقه، سميده ديال الحرشه، معاه 4 كاس ديال الدقيق الفورس ولا معلقه كبيره تكون عامره مزيان. عندنا واحد 4 معلقه ديال الخميره ديال الخبز وراس معلقه ديال السكر، ما تكونش واصله 4 معلقه، لان الا عملنا كثرنا السكر بزاف كيتحمر لينا البغرير ولا كيطيب البغرير من التحت، كيتحمر بزاف وكيبقى اخضر من الفوق. واحد الخماره فئه ديال 8 غرام ولا 7 غرام اللي كانت، والقليل ديال الملح بطبيعه الحال، والماء غادي نعملو ما بين كاس ونص حتى ل2 كيسان على حساب السميده واش كتشرب ولا ما كتشربش. بالنسبه للنصيحه ديال البغرير بالنسبه للماء، كثير من الاخوات تيتشكوا ان كيعملوا السميده تطلق لهم داك الخيط. تنطلق الخيط علاش؟ لان كنعملوا الماء سخون، ضروري تكون الماء غير دافي. الا كان الوقت، الا كان الجو بارد، كان الجو سخور، تنعملوا الماء غير من الصنبور، يعني غير من الروبيني عادي صافي. هادشي ما كتطلق ليناش الخيط. عملنا ليها الماء سخون بطبيعه الحال غتطلق الخيط وغادي يخسر لينا الخليط. في حاله ما لا وقعنا في هذا الخطا هذا، ديك السميده كنجمعوها كنزيدوا عليها دقيق وكنرجعوها خبز راه عادي، ما كنضيعوهاش. تنعملوا جميع المكونات اللي ذكرنا ما عدا الملح. حتى الملح والخميره فاتني الفيديو انا تنشرح. تنعملوا قلنا السميده والدقيق والخميره والملحه، تنخدموهم واحد شي 2 دقائق بحال هكا، كنضيفوا لهم الملح، تنعاودوا نخدموا واحد 5 ديال الدقائق حتى تخدم مزيان. بعد عاد غادي نضيفوا الخماره وغادي نخدموا واحد ما بين 2 دقائق تقريبا بحال هيداك صافي تتكون واجده. مجموع خصنا نخدموا هذا البغرير ما بين 7 حتى ل 10 ديال الدقائق حتى يعملنا دوك الفقاعات. غادي ننزلوا في واحد الاناء ولا مباشره من الخلاط ونبداو نطيبو، نخليوه يرتاح واحد في الاول. الا كان الجو بارد نخليوه يرتاح واحد ما بين 5 حتى ل 10 ديال الدقائق باش كنشطوا ديك الخميره. كان الجو سخور تنبداو نخدموا فيه مباشره. تنسخنوا المقلاة ضروري خصها تكون ديال البغرير، تكون غير لاصقه، تكون نوعيه جيده. في حاله ما كانت عندنا المقله خدمنا فيها وعاود خدمنا فيها مابقاش طلع لنا البغرير، تنغليو فيها القليل ديال الحليب ولا تندوزو فيها شويه ديال النخاله ديال الصرع ديك الغليظه، تندوزوها فوق النار حتى تتنشف، ولا القليل ديال الملح كذلك تندوزوها فيها حتى تتنشف. هادو كامل ديزاستيس او حيل تنعملوهم في المقله. بطبيعه الحال الحليب خاصنا نفيضو، تنعملو فيه نخليوه حتى يفيض يغلي وتنزولوه وتنغسلوه وتنبداو نطيبوه مباشره. راه كتعمل لينا البغرير كانها جديده، كنطيبوا فيها كانها جديده، يعني ما كتبقاش ما تجيبش لنا البغرير هكا مطمص ولا ما فيش العيون. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديال البغرير تنعمل المقله حتى تسخن، ما تسخنش بزاف كذلك باش ما غنزلوه فيها كتعمل ديك القشره. غير تسخن شويه تنزلوا فيها كميه ديال البغرير. نعمل واحد الطبقه اللي تكون ما تكونش رقيقه وما تكونش ثاني سميكه بزاف. النار تكون في الاول قويه غير تيبدا يعمل لنا العيون فحال هكا صافي تنقصوا عليه النار ونخليوه يطيب ويكمل داك العوينات على خاطره. وراه كتجي ما شاء الله وصفه ديالي قديمه صراحه ما تنبدلهاش نهائيا، ومع عمرها ما تحش من هذه الطريقه هذه ولا هذه المقادير هادو تعمليهم عينيك مغمضين. وكثير من الاخوات اللي جربوا هذه الطريقه هذه واعتمدوها مابقاوش يستغناو عليها. نتمنى ان شاء الله حتى نتوما لا جربتوه يعجبكم ويصدق معكم من اول تجربه. المهم هاد المكونات هاد المقادير مضبوطه 100%. ما صدقش معكم ضيفوا ولا الفيو كاين من المقلاة. وبيني وبينكم من هاد الطريقه تنعملها حتى في المقله ديال الحرشه، تندهنها بشويش ديال هي غندهنوها بقليل ديال البيض، داك الصفر ديال البيض اللي كانوا تيعملوا جدودنا في القديم، كانوا تيدهنوا بصفر ديال البيض. تعملوهم غير في الطاجين ديال الطين وكيجي ما شاء الله وكيجي كذلك حتى صحي. المهم قلت تنعملو غير في مقله ديال الحرشه حتى هي كندهنها بقليل ديال البيض وكيصدق. المكونات ولا المقادير راه ما فيهمش نقصان ولا فيهم منهم الفايو كيف قلنا. كان هذا هو الشكل النهائي ديالو. بالنسبه الحجم ديالو حنا تنتحكموا فيه، نعملوه كبير اولا نعملوه صغير.
قدموه بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله الوصفات نال استحسانكم تجربوها. نتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم، كنت ابقى دائما عند حسن ظنكم. كانت نهايه الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.